هو ينفع حيوان انقرض العلماء يرجعوه تاني للحياة؟ طبعا، وده حصل فعلا. مش عارف ليه الموضوع المرة دي بدأ يخوفني. ممكن كل مرة يكون عادي، لكن المرة دي بالذات الموضوع فعلا يقلق ويخوف. لما يرجعوا حيوان منقرض بقاله أكتر من 10,000 سنة للحياة مرة تانية ويبقى موجود في إيديهم، يعني ممكن في يوم من الأيام يرجعوا لنا الديناصورات. وده الخبر اللي هز كل مواقع السوشيال ميديا وهز كل المختبرات العلمية الفترة اللي فاتت. الساعات اللي فاتت مختبر أعلن عن أغرب خبر ممكن تتخيله أو تسمع عنه، إنه في حيوان منقرض من أكتر من 10,000 سنة اللي هو الذئب الأبيض. بدأوا ينتجوه تاني، وفعلا في 3 جراوي اتولدوا وبقى عندنا حيوان منقرض من اكتر من 10,000 سنه اللي هو الذئب الابيض. ولو ما تعرفش تعالى اقول لك عن الذئب الابيض انه ارتفاعه عن الارض حوالي متر وطوله حوالي 180 سم، وكان معروف بالشراسه بتاعته. بدأ مع الوقت ان هو ينقرض زي ما حاجات كتير انقرضت من الحيوانات، وبقاله اكتر من 10,000 سنه محدش يعرف عنه حاجه. لكن بالصدفه بعض العلماء اكتشفوا الحمض النووي بتاعه